السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي سارة كوك. وصفتنا لنهار اليوم حلوى جافة توالم بزاف القهوة تاع العشية بمقادير اقتصادية، والشكل تاعها يبان بزاف شباب، وايضا الذوق ما نحكي لكمش تجي بزاف بنينه. هنايا راح نحاول نكتم معكم الحبه باش تشوفوها كيفاش تجي من الداخل، تجي بنينه وتجي طريه. ننصحكم انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير، ولاول مره يشاهد قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. مباشرة نروح نتعرفوا على طريقة التحضير. إذا هنايا عندي 250 غرام مارغرين طرية. دائما حاولوا أنكم تخرجوها قبل هي والبيض باش يكونوا بدرجة حرارة الغرفة باش يسهلوا عليكم الخدمة. إذا هنايا 250 غرام مارغرين طرية نضيف لها كاس إلا ربع سكر رطب. دائما نغربلوا المكونات الجافة، ونضيف لافاني، وحوالي تقريبا واحد 50 غرام زيت أو ما يعادل ربع الكاس. ونخلط المكونات تاعي جيدا بالباتور حتى نتحصل على خليط كريمي، ونتأكد بلي هذاك الزيت قاعد يعني دخل وتجانس مع الزبدة تاعنا، باش من بعد لاباط تاعنا ما تطلقش الزيت. ماذا بكم تخدموا مليح الزبده مع الزيت، خصوصا تشوفوا الصابلي تاعكم ولا اي حلوى يكون فيها الزيت خدموه مليح في الاول باش من بعد كي تجوا تشكلوا الحلوى ما تطلقش الزيت. اذا هنايا نروح نضيف صفر بيضه مع بيضه كامله، ونحاول نخلط المكونات مليح حتى نتحصل على خليط كريمي. اذا بعد ما نتحصل على هذا الخليط الكريمي نروح نزيد له هنايا مبشور الليمون. ديجا كنت عطرته بلافاني لكن زدته الليم باش الحلوى تاعنا تجي بنينه. اذا هنايا ندير مبشور الليم، ونروح نضيف له كاس الا ربع مايزينا ولا نشاء. دائما كما قلت لكم نخلطوا ولا نحاولوا اني نغربل المكونات الجافه قبل ما نخلطوهم. إذا هنا عندي كاس إلا ربع من النشاء مع ملعقة صغيرة خميرة الحلويات. شوفوا هنايا ما درتش كاع لو باكي على جال الحلوى تاعي ماذا بيا تبقى محافظة على الشكل تاعها وعلى تفاصيل المول اللي غادي نديرها فيه. اذا هنايا بعد ما درت كاس الا ربع نشاء مع ملعقه صغيره خميره الحلويات نروح نطمها بالفرينه ونخليها شويه طريه، ما تيبسوهاش. حاولوا انكم تخلوا العجينه تاعكم شويه طريه باش تساعدكم في الخدمه. اذا هنايا دائما كما راكم تشاهدوا حاولوا انكم تغربلوا الفرينه، ونحاول نطم العجينه تاعي ونلمها. كما قلت لكم خلوها طريه ما تيبسوهاش. كما راكم تشوفوا هنايا راني نحاول اني نلم العجينه تاعي. وهذه الحلوى يعني سريعه التحضير، ما تاخذش منك كاع الوقت بالخف ديريها. والنتيجه ايضا تاعها تجي بزاف شابه، تجي بنينه وشكل تاعها يجي شباب. وتقدري ديريها في المناسبات كما العيد الاضحى. يعني دائما نحاولوا نديروا حاجات ولا حلوى اللي تكون سهله التحضير ما تاخذش منا بزاف الوقت. اذا هنايا بعد ما تحصلت على عجينه طريه بهذا الشكل نروح نجيب بياض الحبة تاع البيض اللي قلعنا الصفار درناه في لاباط ولا في العجينه مع الكاوكاو اللي كنت حمصته وريحته شويه خشين، ولا نواه كوكو ولا جوز الهند. وهنايا عندي هادو ليمول كما راكم تشاهدوا فيهم. انا غادي نحاول اني ندير كويرات بحجم هكا تقريبا 30 غرام، ونروح ندير نغطس الحبه تاعي كما راكم تشاهدوا فيها في بياض البيض، ونروح نرمدها في الكاوكاو اللي كنت حمصته ولحيته شويه خشين كما راكم تشاهدوا هنايا. اذا هنايا حبه غادي نديرها بالكاوكاو وحبات غادي نديرهم بلانوات كوكو. هنايا باش الحبه تاعي ترفد كميه كبيره من الكاوكاو غادي نديره نحاول اني نديره في قاع المول، وهذا يخلي العجينه تاعنا ما تلصقناش في المول، وايضا ترفد كميه كبيره من الكاوكاو. ونحاول اني نضغط عليها جيدا باش تاخد تفاصيل المول كما راكم تشاهدوا فيها هنا في الفيديو. ونروح ندير ايضا الحبات التوعي بلانوات كوكو بنفس الطريقه. اذا هنايا نوزن تانيك الحبه بنفس الكميه حوالي تقريبا 30 غرام. نكورها ونغطسها في بياض البيض ونروح نرمدها في لانوات كوكو. وايضا هنايا المول نرشه بجوز الهند
باش العجينة تاعنا ما تلصقناش، وأيضًا باش ترفد كمية كبيرة من جوز الهند. إذن عملية سهلة وبسيطة وحلوة ما تاخدش منك بزاف الوقت، والشكل تاعها أيضًا يجي بزاف شباب. بطبيعة الحال تكونوا هنايا سخنتوا الفرن وجدتوه قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية. إذا هنايا بعد ما خدمت الحبات تاوعي كاع بنفس الطريقة كيما راكم تشاهدوا، نروح نطيب الحلوى تاعي على درجة حرارة 180 درجة مئوية. إذا هنايا بعد ما خرجت من الفرن مباشرة راني نوريكم فيها، شوفوا خلوها تحمر شوية، ما نبغيش الحلوى تكون بيضة. هنايا حاولوا أنكم طيبوها شوية شوية حمرا، ونروح نزينها بمربى المشماش. كما راكم تشاهدوا ندير المربى في الوسط، والتزيين دائما يبقى اختياري، كما تقدروا ديروا شوكولا تختيني تانيك الشكل تاعها يجي شباب، وكل واحد على حسب الذوق تاعه. إذا أنا هنايا التزيين كان حبات درت عليهم خطوط بالشوكولا اللي كنت ذوبتها، حبات اللي كنت زينتهم بالسكر غلاس، وحبات خليتهم يعني كيما راكم تشاهدوا تاع لا نوا كوكو خليتهم على شكلهم. والشكل النهائي تاعهم يجي بزاف شباب ونشوفوهم في طبق التقديم. إذا في الأخير كيما راكم تشاهدوا شوفوا الحبة كيفاش تجي شابة، ويجوا كاع كيف والشكل تاعهم يجي بزاف شباب. إذا هنايا في الأخير راح نقسم معاكم الحبة باش تشوفوها كيفاش جاتني، تجي بزاف بنينة وشابة، ننصحكم أنكم تجربوها. وفي الأخير دائما كما عودتكم نخلو ختامها مسك بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونضرب لكم موعد آخر مع وصفة أخرى. إلى اللقاء.